سابقا كنت ضابط بالجيش العراقي، قوات خاصة، وتحملت عبء النظام السابق وانحكم علي بإعداميا ضمن النظام السابق، وتخفضت إلى 50 سنة سجن، وطلعت وتهجرت بعد الخروج إلى لندن، وبقيت 20 سنة لاجئ. رجعت للعراق على أمل أن أشوف شعبي وناسي تعيش الكرامة، بس الكرامة ما وجدت هسه. هذا تعريف، أقل تعريف أقدر أقول لك بيه. تفضل. سيادة الفريق، ماذا تحمل في جعبتك اليوم؟ رسالة عبر قناة الشرقية. أحمل في جعبتي أن النظام الموجود حاليا نظام فاسد من الرأس، ونظام طائفي، ونظام فاسد بقمة الفساد، وكل ما فيه فساد من الرأس إلى الذيل. وأنا بريء من كل ما يحصل، لأنه أتيت لأصحح فوجدت الغلط موجود في كل مكان، ولهذا السبب أتيت إلى قناتكم لأبرئ نفسي من ما يوجد. تفضل. سيادة الفريق، يعني أنت في منصب ربما قريب من وزير الدفاع. يعني باعتقادك هذه الأيام القادمة، يوم 25 شباط ستكون هناك مظاهرات. هل نعرف من جنابك ماذا سيكون أداء الجيش مع المتظاهرين في بغداد؟ خاصة هناك إشاعات كثيرة سيكون اعتداء على المتظاهرين، سيكون منع، سيكون حظر تجوال، من هذا الموضوع. فأريد نعرف من سيادتك. الجيش مهني وشريف، ومن يخرج عن ذلك فهم مرتزقة وأغباش ولا مكان لهم في العراق. العراق يجب أن يكون ملك للجميع. العراق يجب أن يكون ملك للجميع، لا لفئة معينة ولا لطائفة معينة. كانوا يراهنون على الطائفية. اليوم الشعب العراقي كله يرفض الطائفية. الطائفية الذي أتيتم بها من إيران ستسقط، لأن الشعب العراقي لن يكون في يوم ما طائفيا. الشعب العراقي حر. الشعب العراقي يطالب بإصلاحات. الشعب العراقي يطالب بالصح. دولة فاسدة، رأسها فاسد، مفاصلها فاسدة. ثوروا يا شعب العراق، ثوروا يا شيعة وسنة، ثوروا يا كراد ويا تركمان. يكفي ما حصلنا عليه. الشعب العراقي لن يكون في يوم ما إلا شعبا حر، ويرفض الفساد، والفساد مستشري في كل مرافق الدولة العراقية. نحن لا نخاف من أحد. أنا وقفت في يوم ما ضد صدام حسين، وحكمت بالإعدام لمرتين،
وخفضت إلى 50 سنة سجن، وشاءت الأقدار أن أعيش. واليوم لا يهمني أي مصير، يهمني الشعب العراقي. يكفي الضحك على الذقون، يكفي ما أخذتم. ابتعدوا عن هذا الشعب الفقير، ابتعدوا عن هؤلاء الناس البسطاء. يكفي ترويج الطائفية، لأنه أنتم بلا طائفية لا أحد ينتظركم ولا أحد يندلكم. الطائفية التي تتسكعون عليها فقدت منكم، والشعب العراقي اليوم لا يريد شيء إلا الحرية، الحرية والكرامة. يكفي فساد، كلكم فاسدون. أنا رجال من هذا البلد، ما عندي شيء أخاف عليه. أنا محكوم إعدام ينزل من صدام، خلي يجوني يأخذوني يعدموني، بس خلي أحكي كلمة ضمير. كافي للفقير، ذبحتوا للفقير وكلكم حرامية. احترموا نفسكم وكافي. يزي تعب، الكل تعبت منكم. لا خدمات، لا وظائف، كلها بوق ونهب وسرقة. الامتى انتم تظلون ومكلبين بالكرسي؟ الكرسي شنو هذا الكرسي؟ هذا الكرسي اللي علمكم ما حد بقى عليه، زين؟ ومصير حسني مبارك وابن علي راح تعيشون انتم. افتهموا زين هالسالفة، واني مستعد لاي مصير، واتدوا مني اني موجود ببيتي، تعالوا خذوني. بس تحيا الحرية، تحيا الكرامة، يحيا الفقير. تسقط كل أنظمة الفساد الطائفية، يسقط كل العملاء. على كل الشرفاء من الجيش العراقي أن ينتبهوا لأنفسهم، لأنه هذا اليوم يوم تحرير، يوم تحرير. أن يقفوا تجاه الفساد والظلم والجوع والعطش. يكفي ما يعانيه أهل الجنوب. لحد الآن المي الخابط يشربوه. يكفي ما يعانوه أهل الوسط، الظلم والاضطهاد. عكازة الطائفية انسوها، بعد ما حد يشتريها بزبانه. الطائفية ما لها بعد شي بالعراق. دوروا على غير سالفة، فاسدين سفلة حرامية، كلكم من راسكم إلى رجليكم. والشريف بكم خد يطلع يقول لا، هذا اللي عندي أنا. سيادة الفريق، يعني هل ستبقى في صفوف الجيش العراقي أم ماذا ستفعل اليوم بعد خطابك هذا؟ أنا اليوم مستقيل، وأقول له للمالكي من قدامك هسه، أنا هاي رتبي أنزعها في سبيل كرامة العراق، وما عندي مصلحة ترى بشيء، ما عندي مصلحة بشيء. رتبي هاي أنزعها وأنا مستقيل إلى أن يتحقق للشعب العراقي حريته وكرامته وناسه. كافي جوع، كافي عطش، كافي حرامية. يزي تعبنا من هالسالفة هاي. يزي كافي. جيتوا من دول خارج العراق، ارجعوا إلها. إذا أنتم مصممين تبقون بالعراق، اخدموا العراق.
اللي ما يخدم العراق خليه يولي يرجع. أنا هذا اللي عندي. سيادة الفريق، هل تعتقد أن هناك في صفوف الجيش العراقي يعني ربما لا يستحقون هذه الرتب أو أدائهم غير أداء القادة يعني مثل حضرتك اللي موجودين حاليا في الجيش العراقي؟ نعم. يعني نشاهد هسه يعني في بغداد أو في القطاعات العسكرية بصورة عامة يعني يحمل رتبة رغم عمره رغم سنه يعني لكن يعني تلقى يعني نعم. رجل مو كفو نعم. أو غير مهني. من لا ينتمي لشعبه لا ينتمي لشيء. الرتبة لا تزيد ولا تنقص، والمادة لا تزيد ولا تنقص. أنا في زمن صدام لست متضرر، وقفت في 91 وقلت لا، قلت لا، وجرى الذي جرى لي، والآن أقف وأقول لا ولا ولا. كفى طائفية، كفى فساد، كفى تفرقة، كفى كفى كفى، ويكفي ما عملتوه في الشعب العراقي. ارحلوا من العراق. سيادة الفريق، يعني هل ستتوقع هناك سيكون رد فعل بين صفوف القادة في وزارة الدفاع بعد إعلان استقالتك؟ القادة العراقيين قادة شرفاء ومهنيين. من يقف إلى جانب الحق فهو شريف، ومن يقف لأجل مصالح شخصية فليأخذ المصالح الشخصية. أنا أقولها بملء فمي: العراق ملك للعراقيين، ملك للفقير، والفقير هو أولى شيء بالعراق. فمن لا يقف مع الفقير فليذهب إلى جهنم وبئس المصير. ويكفي شعارات وكذب، يكفينا ما سمعنا. كلكم كذابين، شيعة وسنة، كلكم كذابين، كل الدولة كذابة، كلهم مصالح شخصية وسرقة. احنا اخوي، انا ما عندي استعداد بعد اتحمل هالوضع. انا بالنسبة لي جاهز طبعا، خاف عبالهم انه انا هاي تندلون بيتي وتجون تاخذوني وانا حاضر. انا صدام حسين بجبروته ما خفت منه، وانتم راح تجون هم تخوفون. لا، طلقه هنا وطز بيها في سبيل شعبي وعراقي. أنا مو طائفي، ركعة طائفية، وعندي ابن الجنوب وابن الشمال سواسية. بس يكفي ظلم، يكفي ظلم. بعد ما نتحمل الظلم يزي. تفضل. اسمك سيادة الفريق؟ أنا عبد العزيز حمدي الكبيسي، فريق قوات خاصة. واني راح اقول لك شيء واحد: لا تفكر شيء واحد يهمني، هو عراقي، والباقي طز. واذا عندهم شيء خلي يجون، اني حاضر. ومن استقالة